هاي الاخبار؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا شاهده من ويسبر سنابس. هاي شهد. بما ان مسلسل لينك بيتكلم عن ان استخدام التكنولوجي في حياتنا، ايه اخر سؤال سالتيه لشات جي بي تي؟ هطلعهولك. كنت بساله ليه ما ينفعش نصحي حد ماشي وهو نايم. عارفه في ناس كتير بتقول للناس اللي بتمشي وهي نايمه ما تصحيهمش خالص وكده. كان نفسي اعرف ايه السبب وسالته. انت اصلا شفتي حد كده قبل كده؟ انا مره يعني صحيت وانا نايمه واتمشيت وكده، وشفت طبعا حد قبل كده يعني من صحابي، فما صحيتهمش. دي حاجه معروفه لو ما تصحيهمش، كان نفسي اعرف ليه. انت بتستخدميه دايما في حياتك ولا لا؟ لحد ما يعني في حاجات وفي حاجات لا. الفتره دي في ان احنا بنكرييت صور مثلا مع ناس احنا نفسنا نتصور معاهم او ناس رحلوا عن حياتنا. انت نفسك لو هتعملي كده يبقى مع مين مثلا؟ اظن يعني جدتي من ناحيه مامتي. ما جاليش الفرصه قوي ان انا اقابلها قوي، يعني كنت صغيره قوي لما توفت الله يرحمها، فاظن صوره معاها عشان ناس كتير بتقول لي ان انا شبهها، بس اظن جدتي بس. انت بتستخدمي الجي بي اس ولا؟ طبعا، ليه ما استخدمهوش؟ عارفه يعني مصر كلها. سوحك قبل كده؟ مره مرتين كده، عشان احنا يعني انا عايشه في حته في مصر الشوارع بتتبني فيها وبتتكسر 20 مره. هو اصلا يعني غلبان والله، هو مش فاهم. لعبه نختار ما بين حاجتين بسرعه، انستجرام ولا تيك توك؟ انستجرام. مكالمه ولا واتساب؟ مكالمه. تكتبي بوست ولا تعملي ستوري؟ اكتب بوست ولا اعمل ستوري؟ اكتب بوست. موبايل سايلنت ولا نوتيفيكيشن؟ هو في حد بيكلمني دلوقتي وسايلنت، فهو سايلنت. هل حصل لك مشكله قبل كده بسبب السوشيال ميديا ولا لا؟ لا الحمد لله لغايه دلوقتي لا. هل دوستي على لينك قبل كده وطلع هاك؟ لا الحمد لله ما ببصش على لينكات انا. حتى لو من ناس صحابك؟ اكيد صحابي عادي يعني. انت اصلا شخص بيبعت ميمز وريلز كتير لصحابه؟ طبعا. طب ايه اكتر ريل معلم معاكي او ضحكك الفتره دي؟ لا في حاجات كتير قوي، استني خليني افكر. ممكن اطلع تليفوني؟ ماشي. ايوه احمد جاسر. جماعه الراجل ده بيضحك ضحك بموت. عارفه الراجل ده؟ لا ده بيموتني. لا 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 بجد بيموتني. فتحيه لاحمد جاسر، بجد لذيذ جدا. هنسالك شويه اسئله نعرف انت قد ايه متعلقه بالسوشيال ميديا والموبايل. يلا بينا. اول ما بتصحي من النوم بتمسكي الموبايل ولا لا؟ احيانا بس مش هعرف اكذب ومامتي ورا الكاميرا. الناس اللي بتراقب مثلا عندها ابلكيشن بتراقب هي مسكت الموبايل قد ايه ولا لا؟ لا خالص. ليه الاحراج؟ ليه الاحراج؟ تقدري تعيشي من غير السوشيال ميديا اسبوع كامل؟ يعني مثلا لو سافرتي ممكن تفصلي الموبايل يوم كامل؟ بجد. لو عندك مناسبه شخصيه بتنزليها بابليك ولا برايفت؟ بابليك. لا برايفت. انا برايفت جدا. حياتي بحبها تبقى حياتي. وانا مسحتي ابلكيشن زي انستجرام او تيك توك ورجعتي نزلتيه بعديها بيومين عادي جدا؟ لا عمري ما مسحت. ليه كل الحوار ده؟ انا كده انزله تاني، بس برضه عشان شغلي ما اقدرش امسحه. معانا شويه صور. انا كنت مستنيه اللحظه دي. مين اكتر واحد بياكل في اللوكيشن؟ اظن يعني انا هقول انا، عشان بجد بحس محمود بياخد باله قوي من اكله، وفرح برضه بتاخد بالها من اكلها. استاذه رانيا يعني ما جاليش فرصه ان انا اشوف قوي، فاظن انا يعني. مين اكتر حد بينسى الكلام وبتعيد المشهد؟ لا ما اقدرش بغلط في اصدقائي. اظن كلنا لما بنبقى تعبانين، كلنا واحنا تعبانين، غير طبعا يعني استاذ سيد رجب واستاذه رانيا يوسف، كلنا واحنا تعبانين. ما عدا دول. مشهد جد جدا مين اللي هيضحك؟ مشهد جد جدا انا ومحمود. يا لهوي بجد عندنا مشكله تقريبا، لازم نظبط المشكله دي. مين اكتر حد بينام في اللوكيشن؟ اكتر حد بينام يعني اظن محمود برضه، يعني بجد هو دايما كده نايم، بس حرام بجد بيشتغل كتير قوي يعني معذور. بعديها ممكن انا، وبعديها فرح. لا دول ما بيتعبوش دول. مين اكتر حد بعدين؟ اكيد انا وفرح رغاين جدا. قلنا حاجه سكرت عن كل حد من الصور اللي معاكي. سولي لسه ما عملتش مشاهد كتير قوي معاه، بس هو لذيذ ومحترم، يعني ولد محترم يعني من الاخر. شوف بقى فرح مش عارفه لو اقدر اقول ده، بس هي بتحب قوي يعني تتكلم مع البحر، يعني اللي هو كل سنه بتروح البحر وتقول له كل حياتها، وبعدين تيجي السنه اللي بعديها وتقول له ايه اللي اتغير على السنه اللي فاتت وايه الحاجات اللي هي عملتها السنه دي. فاهمه قصدي؟ ما اعرفش لو هي تقدر ان انا اقول ده، بس دي حاجه لذيذه جدا وبحبها فيها يعني. استاذ سيد رجب ان هو بجد بيضحك. لا ده مش سر، هو بجد بيضحك عادي يعني. هو راجل محترم قوي بيحب يدلع كده الناس اللي حواليه. استاذه رانيا يوسف ان هي خجوله، يعني عندها سنه بحسها رقيقه قوي كده، بس معرفش لو ده سر ولا الناس عارفاه ان هي رقيقه. مين بقى؟ محمود.
لا اصل محمود اسراره بجد اسرار، فاهمه؟ محمود في الحقيقه بيبقى بجد عامل اللي هو في الانترفيوز بجد جد جدا ومثقف جدا، وفي الحقيقه يا نهار هبل بجد. انا وهو بجد يعني هو بجد كوميدي. يعني انا كنت لسه بقول لك انا وهو مش بنبطل ضحك وعلى اي حاجه، على اي كلام. فدي حاجه اكتشفتها فيه، ما كنتش فاكره خالص ان احنا هنبقى اصحاب او ان احنا هيبقى في كلام ما بيننا وكده خالص. ايه اخر حد انا بقى سر عني ان انا بحب شعري وهو كده اكتر من لما هو بيبقى معمول. بحب شعري الطبيعي اكتر. اخترت الصوره الصح. بس الناس دايما بتقولي انت لازم تعملي شعرك وانت دايما شكلك نفس الحاجه، عشان كده بضطر اعمله اوقات. بس غير كده انا بحب شعري كده اكتر. شكرا. شكرا جدا ليكي. شكرا.